مفاجأة جميلة شرفني بزيارة سعادة الفنان المحترم جدا أستاذنا أحمد الباز في مرسمي المتواضع، وفرصة بقى إن أنا يعني أشوفه وأتكلم معاه، والمشاهد الكريم في قناتنا البسيطة ألوان ومواقف تطلع على فكر هذا الرجل المحترم الفنان وصاحب اليد البيضاء الحقيقة في خدمات كتير قد يصعب لمثلي إن هو يتكلم فيها. رجل عمل في الإعلان وعمل في الفن التشكيلي وعمل أعمال إدارية وفي مجموعة رجال أصحاب الجياد. الحقيقة يعني هذا المثقف الفنان الجميل أنا عايز النهاردة أتعارك معاه، رغم إن هو موجود ضيف عندي، بس معلش يستحملني. حضرتك في جزء من حياتك تمثل وزارة الثقافة، وأنا يا أستاذ أحمد بعتب على وزارة الثقافة. أنا من أبناء الإسكندرية، وكنت بعتز جدا 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 وعليهم حبت جدا بوجود البنالي، اختفى دلوقتي. كنت بعتز جدا بكل المهرجانات، وصحيح أنا كنت غايب عن البلد كتير، لكن بسمع عن مهرجان أسوان والأقصر، وبعض المهرجانات بيتولى القيام بها أسماء أنا معرفهاش. كنت عارف إن وزارة الثقافة بتتبنى مشاريع مهمة جدا زي صالون الشباب، وأنا آسف للاستطراد، لكن يعني خلينا أقول متعشم إنه وزير الثقافة دكتور أحمد فؤاد هنو لو يسمعني، إحنا تأخرنا قوي في فتح مجال لقناة أو منصة للاقتناء. الفنان اللي أحيانا، وأنا آسف في هذه العبارة ويا ريت يسمحوا لي، بيستجدي في بعض الأحيان بيع لوحة. إحنا من حقنا إن إحنا نعيش، وإحنا فاتحين بيوت ومراسم، وأظن حضرتك زرت المرسم وعارف قد إيه مكدس بالأعمال. أمثالي كتيرة يا أستاذ أحمد، فعايز أسمعك، اسمح لي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد جدا بزيارتي للمرسم اللي اتفاجئت بيه بأعمال، بصراحة أعمال جميلة جدا، ومكتبة خطيرة جدا فيها مجموعة من الكتب، مش مجموعة، فيها كمية كتب يعني جميلة في جميع المجالات. ويعني لا بصراحة حاجة يعني أسعدتني واتفاجئت. بالنسبة لوزارة الثقافة، أنا يعني أنا هتكلم على مثلا أصول الثقافة. في أصول الثقافة النهاردة انقرضت بأعمالها، وما بقاش فيها ما بقاش فيها اللي كنا بنشوفه زمان. في اصول الثقافه لما كان في صالونات، صالون الخريف وصالون الشباب وصالون ده ما عادش موجود. الكلام ده ما شفناهوش غير اخر مره في قصر التذوق. ولما اتقفل قصر التذوق ولا اعلم لماذا، ولو انه كان مكان تنويري فعال جدا. ها كان يعني بصراحة نشاطه كان عالي جدا، من ضمن الأصول اللي كانت موجودة، وكان فيه اهتمام قوي قوي بأصول الثقافة، وكان فيه شغل جميل. بقالنا فترة وفي سنين كبيرة، في سنين يعني عدد من السنين مفيش أي فعالية تترجم على إنها فيها يعني إيه، فيها وجود لوزارة الثقافة. فزي ما قلت لحضرتك، يعني الواحد بيأمل في الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافه، معالي وزير الثقافه، بصراحه ان هو يرجع لنا حته
الجزئيه دي المهمه، لان دي ما بتخدمنيش انا بس كراجل، انا يعتبر مثلا في السن يعتبر سني يعني مش، لا انا عاوز الشباب. الشباب هو اللي محتاج ده. انا لما كنت زمان، لما كنت شاب، كنت بلاقي كنت بطلع على ايدين الاصول الثقافه دي، يعني من صغري على فكره، من ايام اصل ثقافه الحريه اللي هو كان مركز الابداع ده. كان اصلا كان مركز تنويري، كنت بتعلم فيه موسيقى، بتعلم فيه رسم وفنون تشكيليه، وفي واصوات وغنى، وكل ده كان موجود. وده اللي بيكون شخصيه الفنان في النهايه. يعني الفنان لما بيكبر في السن، تحس ان هو بيوصل لمرحله ان هو يعني ايه، بيبقى بيبقى عنده إحساس بالموسيقى. ممكن يكون متذوق للموسيقى العالمية كمان، مش الموسيقى الشرقية بس. صوت يكون فيه صوت يقدر يميز الأصوات الجميلة اللي يسمعها. فن تشكيلي، يبقى فنان له مصقول دراسيا من خلال الفترة اللي قضاها بداية من المدارس الابتدائي والاعدادي اللي كان بيمارسوها اساتذتنا من الفنانين، اللي هم كانوا بيدرسوا لنا يعني. فدول كانوا بيسخرونا مع اصول الثقافه. فدي حاجه مهمه جدا، يعني دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لاصول الثقافه. في حاجه تانية كمان في حضرتك تطرقت ليها، ان مفيش اللي هو يعني الفنان يعني ايه محتاج ده، يعني محتاج ايه، محتاج ان هو لو اصلا فنان مجرد انه بيبيع لوحة بترفعه يعني كقيمة نفسية وكقيمة مادية، وبترفعه بتنقله نقلة تانية. كون ان انا بشتغل وبعمل لوحات والاقي في لوحة منها اتباعت او لوحتين اتباعوا، دول اكيد هيعملوا لي حاجة، هيساعدوني اولا في حياتي ان انا اقدر استمر، واحس ان في امل في ان انا ممكن في يوم من الايام يعني تبقى ايه لوحاتي لها مريدين، ولها ناس يستهوا اسلوبي في العمل بتاعي. كذلك بالنسبه ده بينطبق على شبابنا برضو، من اللي بيشتغلوا دول محتاجين برضو اللي نقف جنبهم. محتاجين ان وزاره الثقافه يبقى فيه زي ابلكيشن كده يتعمل لاقتناء اعمال من الشباب من خلال الصالونات اللي المفروض هتتعمل او تكون موجوده، او المساهمة الفعلية أو الدور الأساسي لوزارة الثقافة، إنها تراعي الشباب الفنانين وتراعي الفنانين عامة بشكل عام، لأن ده بيساعدهم على التعايش، وبيساعدهم على الحياة، يقدروا يستمروا في حياتهم يعني. يبقى في شيء يعني يساعدهم ماديا يعني. أستاذ أحمد، أنا نسيت أقول للمشاهد الكريم إن حضرتك كمان موسيقي بتعزف العود. فهو يعني حضرتك فيك ملامح متعددة من ملامح الجمال. الله يكرمك. بس في جزئية خليني أكون قاسي شوية. اتفضل. يعني بالنسبة للمعارض أو المهرجانات، مع احترامنا يعني أحيانا يكون الهيئة الكذا الخاضعة لوزارة الثقافة، ونسمع بالمعرض بعد ما يفتتح. يعني لا في إعلان ولا في مشاركة كذا. يعني واحد زي حالتي أنا خلاص، يعني أنا 74 سنة ما عدتش لسه عايز أتبروز، يعني أنا آسف يعني. ويمكن أمثالي، إحنا بنتكلم على الشباب اللي بيفاجئ إن المعرض اتعمل واتقفل وروح وكأنه عمل سري يعني. لا هو الحته دي طبعا مهمه جدا. فعلا في بعض الصالونات او المعارض بتتعمل بشكل انا ما اعرفش برضو ايه يعني دي بتبقى ازاي، لكن بفاجئ ان بعديها ان المعرض انتهى. يعني المعرض موجود وتقابل خلاص الناس، ودي بتبقى شكلها برضو ايه، مش المفروض تكون موجوده في يعني في مصر عامه. يعني احنا كشعب مصري مش المفروض يكون موجود بينا، او الحته دي الجزئيه دي متواجده، لان احنا كفنانين بنعتبر
لا ده في حاجة كمان، ده يعني حتى لو بتكلم على اسكندرية وأنا من الناس المتعصبين لبلدي، يعني اسكندرية ديت، إن إحنا نسبة حوالي 35-40% من فنانين مصر سكندريين من اسكندرية. يعني نسبة كبيرة، يعني مش يعني لازم تتواجد، ولازم يكون في معلومة واضحة للمعارض اللي بتتعمل بشكل اللي هي زي ما بتتكلم حضرتك فيها. في نقطة بقى، معلش انت اتكلمت على العود ده، عزف العود ده في حاجة عندي غريبة قوي، ان انا مجرد ان الاقي عود ومدوزن ومظبوط اعزف عليه. لو شفته من 5 سنين، يعني انا النهارده عزفت، كمان 5 سنين شفت عود مدوزن هعزف عليه، دي بقى حاجة بتاعت ربنا، يعني ان انا اعزف عليه دي شيء يعني، او 8 سنين يعني، كاني متمرن بقالي فتره، لكن هي ايه، موهبه من عند ربنا، زي السواقه يعني. زي السواقه وزي الرسم وزي نعم كده يعني. نعم. اللي في جزئيه تانية برضو مهمه قوي، يعني حضرتك برضو تطرقت ليها، اللي هي البنالي. نتمنى يكون يعني انا دايما بدعو ان البنالي ده يرجع تاني، وبتمنى انه يرجع تاني، ويمكن اتكلمت فيه اكتر من مره، واتكلمت فيه برضو بعض المسؤولين يعني فيه، ان البنالي، لان انا اعتز بموضوع البنالي ده ليه؟ لان انا كنت في يوم من الايام اصغر فنان تشكيلي عرض في بنالي سنه 80. ودي كان بعد التخرج مباشره. بالظبط، انا اتخرجت 79 سنه بنالي 80، بنالي دول البحر المتوسط. بنالي البحر المتوسط ده كان وكان اول مره يتم ان ممكن ايه الشباب يخشوا مع الاسامي الكبيره ومع المتواجدين والناس الاسماء العظماء دي. محظوظ يا فندم. والله يعني دي حاجه كانت فضل من ربنا يعني. وفوجئت بقى بعد كده ايه، فوجئت بتليفون جاي لي من محمد رجائي، المذيع بتاع برامج الشباب في ماسبيرو، كان بيعمل برنامج اسمه عن الفنون او دورة الفنون او كاميرا يعني حاجة كده. فالمهم اتصل بيا، ولما اتصل بيا افتكرت ان هو بيهرج، في صوت واحد بيهرج يعني، بيقول لي انا محمد رجائي وعايزك معايا تطلع في التلفزيون، انت اصغر فنان فطبعا ايه يعني استغربت الموقف، وقال لي لا فلما اتاكدت بقى قال لي لا انا مستنيك دلوقتي تقابلني عند محطه الرمل عشان انا مسافر. رحت قابلته فعلا، ولقيت فعلا محمد رجائي، وقال لي انا مستنيك يوم كذا الساعه كذا، وبلغني يعني المهم بعت له الاجراءات، ورحت عملت على الهوا، قعدت على الهوا حوالي ربع ساعه بتكلم عن لوحاتي، وكان مشروع البكالوريوس بتاعي في الجرافيك. وانا طالع قابلت برضو الفنان الكبير ده، كان من حظي بقى، حسين بيكار. قابلته وقتها، كان داخل برضو هو الاخر عواد. ايوه عواد، صوته حلو جدا 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 جدا. انا سعيد جدا ان انا قابلته اياميها، وكان سني صغير يعني. طيب انا اطمع سعادتك انك هذه المناشده اللي نناشد فيها، نكرر المناشده لمعالي وزير الثقافه دكتور احمد فؤاد، انه يعني اذا كان مسموح لأحد شاهد هذا المقطع وهذا اللقاء وهذا الحوار الممتد إن شاء الله، إذا سمحت لي إنه أنا يعني في حوار آخر وآخر وآخر لغاية لما أطلع اللي أنا جواي وأتنفس. أنا سعيد مرة تانية، أشكر أستاذنا الكريم فنان المشاغب في رسم الكاريكاتير، الفنان الجميل الرائع، أصغر من شارك في بنالي، وخريج تصميم والطباعة سنة 79، ومدير في الشركة المصرية للإعلانات أو الإعلانات المصرية جريدة الأهرام. وفرصة طيبة أستاذي، تشرفت، المكان اتشرف بيك الحقيقة، ونلتقي إن شاء الله في حوار قادم إن شاء الله قريبا، توعدنا يعني إن شاء الله. شاكر جدا. أعزائي، هذه قناة ألوان ومواقف دايما تنتظر منكم الدعم بالاشتراك والمتابعة، وهذا راضي جودة يحييكم، وفي أمان الله.